سؤال مهم قوي امهات كتير بيسالوه في مرحله المراهقه، اعرف ازاي ان انا ابني انتقل من مرحله الطفوله لمرحله المراهقه واتعامل مع التغيرات ديت ازاي واتصرف مع ابني او بنتي ازاي. طيب تعالي اقولك ان في تغيرات كتير قوي غير السن بتقول انه الطفل انتقل من مرحله الطفوله لمرحله المراهقه، وساعات بتكون كمان مراهقه متقدمه او مراهقه مبكره. ازاي؟ اول حاجه ان بيبقى عندي عند شديد جدا ورفض لكل حاجه، تمام، عايز افرض شخصيتي وافرض سلطتي ومارس انه انا شخص كبير ومسؤول عن كل اختياراتي. تاني حاجة هتلاقيه بيبص لكل أصحابه أو بتبص لكل أصحابها وعايزة تعمل زيهم وتقلدهم تقليد أعمى بدون ما أبقى عارفة إذا كان ده صح أو غلط أو دوت اللي أنا اتربيت عليه ولا لأ. تالت حاجة هلاقيه ان هم بدأوا يعملوا حوالين نفسهم زي هالة كده ومش عايزين حد يقرب ليه، بحاول اعمل لنفسي خصوصية وبحاول اقفل على نفسي ومش عايز اسمع كلام حد وعايز يبقى ليا كيان وشخصيتي اللي في جنب لوحدها. طيب بعد كده هلاقي ان في ميول من البنات للولاد ومن الولاد للبنات. في المرحلة دي هبدأ اعرف انه انا ابني او بنتي انتقلوا لمرحلة المراهقة. طيب في الحالة ديت انا هبدأ اتعامل ازاي واشتغل ازاي على السلوكيات الصح مع ابني علشان خاطر اعدي المرحلة دي على خير بدون اي ما يكون في مشاكل او ازمات تقابلني في المرحلة دي. اول حاجة هعملها ان انا لازما اصاحبهم واكون قريب او قريبة منهم جدا 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 في المرحلة دي. هنحاول ان احنا بنتعامل ان احنا صحاب، انا مش باباك او مامتك، احنا اتنين صحاب قريبين من بعض. هنزل لمستوى تفكيرهم وافكر زيهم واعرف ايه هي ميولهم والحاجات اللي بيحبوها عشان ادخل لهم من خلالها عشان يعرفوا انه انا اكتر حد هيخاف عليك اكتر من صحابك نفسهم واكتر حد هيديك النصيحة الصح. هبعد عن صيغة الامر تماما، بص شوف اعمل، هبعد عن المقارنة خالص وان انا اقول له شوف فلان شوف فلانة شوف ابن خالتك شوفي بنت خالتك، الحاجات دي كلها هبعد عنها عشان نعدي المرحلة دي كويس. هبدأ انه انا اشاركهم في كل اهتماماتهم عشان نعمل مجتمع مع بعض نخرج منه من المرحلة دي احسن وافضل مش اسوأ. ابعتولي في الكومنتات ايه المشاكل السلوكية اللي بتقابلكم مع اولادكم في مرحلة المراهقة وهرد عليكم واقول لكم نمشي معاها ازاي خطوة خطوة لحد ما نعدي المشكلة دي على خير والمرحلة دي تعدي مننا على خير بإذن الله.